السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. معاكم عبد لطفي من سلسلة هخليك تتكلم انجليزي في شهر، السلسلة اللي بتاخد مستواك من الزيرو لحد الاحتراف، لحد ما تبقى متمكن في اللغة الانجليزية، وده في خلال فترة قليلة جدا. ليه؟ لاننا بنستخدم حاجات وبنمارسها في نفس اليوم. اوكي؟ دي الحلقة رقم 21. الحلقة رقم 21 من كورس هخليك تتكلم انجليزي في شهر. اللي ما اتفرجش على الحلقات السابقة يطلع فوق على الصفحة، يضغط على كلمة فيديوهات، هيلاقي كل الحلقات السابقة. ركز في الحلقة دي كويس قوي. هعلمك حاجات جدا مهمة في الحلقة دي. اوكي؟ انت بطبيعة الامر عايز تتكلم انجليش، عاوز تتكلم النهارده. اعلمك ازاي بتتكلم عن حاجه عدت. يعني امبارح مثلا بقول لك انت امبارح كنت فين وعملت ايه، فانت لما بتيجي تتكلم بالعربي تقول انا امبارح رحت الحديقه مثلا، وشفت صديقي فلان واكلت هناك، ورحت قضيت مصلحه وعملت كذا ورحت كذا وكذا. بتتكلم في حاجه عدت امبارح. الموضوع بمنتهى السهوله، بالانجليش برضو سهل زي العربي بالظبط. بادئ بكلمة امبارح اللي احنا واخدينها قبل كده. حد فاكر كانت ايه؟ اهي yesterday. يبقى في بداية كلامي هبدأ بكلمة yesterday يعني امبارح. وطالما انت بتتكلم على امبارح، حاجة انت عملتها امبارح، يبقى كل كلامك في الماضي، يعني عدى. يعني ما ينفعش تقول امبارح انا هتروح ازاي؟ ده هي عدت. انا ايه؟ رحت. عشان كده اما تقول مثلا yesterday I went to وليس I go. جو معناها يذهب، لكن went خلاص ذهب، مشيت. I went to تقول المكان اللي انت رحته. كل واحد فيكم راح مكان امبارح، يوم قايل كده yesterday. قول معايا yesterday امبارح. انا went to يعني رحت، ذهبت الى. ليه ما قلناش go؟ لان انا بتكلم على امبارح. اوكي؟ يبقى yesterday I went to انا ذهبت الى، وتقول اسم المكان. اللي راح القاهرة I went to Cairo، اللي راح الزو I went to the zoo، اللي راح، وتكتب المكان اللي انت رحته. اوكي؟ بعد كده مثلا هناك شفت حاجة معينة، ما تقولش I see، هتقول ايه؟ I saw. I saw. I saw يعني خلاص شفت. في فرق كبير ما تقول I see و I saw. انا شفت. يبقى I، قول معايا I saw. مثلا شفت علي I saw علي. شفت محمد I saw محمد. شفت هناك في الزو الانيمالز، الحيوانات I saw the animals، شفت الحيوانات. شفت اللي انت شفته تقوم كاتبه. اوكي؟ I saw والحاجة اللي انت شفتها. ها، قول معايا I saw. I saw. بعد كده مثلا قابلت حد معين، اسمها I met. I met يعني أنا قابلت. I met my friend. My friend يعني صديقي. I met my friend علي. أنا قابلت صديقي علي. قول معايا I met my friend علي. I met my friend محمد. I met يعني أنا قابلت my friend صديقي. أوكي؟ إحنا الاتنين مع بعض we خدناها قبل كده. ارجع للحلقات السابقة. we يعني نحن. مين ومين؟ أنا وعلي. we نحن عملنا إيه؟ ate. ate أكلنا. برضو ما تقولش eat، لا ate. we ate مثلا إيه؟ الأكل اللي أنت عاوزه. أنا كاتب we ate burger. we ate burger اللي هو البرجر. أوكي؟ ليه بقى؟ لأن I was، احفظ الكلمة دي قوي. I was كلمة مهمة جدا. أنا كنت. يعني أنا was يعني كنت. I was أنا كنت hungry يعني جعان. I was hungry. قول معايا I was hungry أنا كنت جعان. So we ate burger. أوكي؟ I was أنا كنت. حد ما حد يقول لك أنت كنت فين، هتقول له I was أنا كنت، وتقول أنت كنت فين. أوكي؟ احفظ دي مهمة أوي. آخر حاجة بتقول بقى الله ده كان يوم جميل. It يعني إنه was كان، وخدناها it was a nice day. It was a nice day كان يوما جميلا. It was a nice day. It was a nice day كان يوما جميلا. دي الحلقة رقم 21. ما تنساش بس تعمل اللايك الجميل بتاعك، وتحاول تألف لي قصة زي دي في الكومنتس تحت، وهخليك تتكلم إنجليزي في شهر. Goodbye.